طيب هنتكلم دلوقتي ازاي انا لو تهت في الصحراء لا قدر الله، او يعني لو انا موجود في اي مكان بس ولا معايا موبايل ولا في جي بي اس اقدر استعمله ولا في بوصله ولا في اي حاجه خالص اقدر ان انا استدل بيها على الاتجاهات عندي، الشرق الغرب الشمال الجنوب. ازاي اقدر اتصرف واعمل ايه وايه اللي ممكن يساعدني في ان انا اعرف الاتجاهات بتاعتي؟ اول حاجه خالص لو احنا بالنهار زي دلوقتي طبعا من الشمس اقدر اعرف الاتجاه بتاعي. لو الشمس قرب الغروب او قرب الشروق خلاص انا كده عرفت الشرق والغرب. يعني لو احنا الصبح بدري ولسه شايفين الشمس بتطلع فوق خط الافق او لسه الشمس بتشرق خلاص يبقى المكان اللي طلعت منه الشمس هو ده اتجاه الشرق. طيب لو احنا قرب الغروب يعني الشمس هتبتدي انها تغرب وتنزل تحت خط الافق يبقى ده اتجاه الغرب بتاعي. بعد كده بعمل ايه؟ بيبقى دراعي اليمين ناحيه الشرق. نتخيل مثلا ان الشمس هتشرق من الناحيه دي، انا شايف الشمس خلاص هتطلع من تحت خط الافق اللي هو الخط اللي بيفصل ما بين السماء والارض. الشمس هتبدا تطلع، احط ايدي اليمين اشاور على الاتجاه اللي طالع منه الشمس، وايدي الشمال هتبقى يعني كده مشاوره ناحيه الغرب. يبقى كده انا عندي الشرق، كده عندي الغرب، كده وشي مشاور ناحيه اتجاه الشمال، وكده ظهري مشاور ناحيه اتجاه الجنوب. كده انا عرفت الاتجاهات الاربعه بتاعتي. طيب لو احنا في نص اليوم يعني انا ولا في الشمس بتشرق ولا الشمس بتغرب، اعمل ايه؟ في حاجه ظريفه جدا ممكن انا اعملها بس هتاخد يعني في حدود تقريبا تلت ساعه او نص ساعه. انا بجيب عصايه وبغرسها في الارض كويس قوي، بس العصايه دي لازم يعني تبقى مستقيمه ما فيش فيها اي تعرجات. احطها اغرسها في الارض واشوف الظل بتاعها اللي الشمس بتعمله، اشوف نهايه الظل ده واحط طوبه. تمام، دي علامه النهايه بتاعت الظل بتاع العصايه دي، واستنى في حدود مثلا تلت ساعه او نص ساعه. لو انا طبعا معيش وقت خلاص يعني انا بقدر الوقت، الاقي ان الظل طبعا بتاع العصايه دي بيتحرك معايا. طالما هو يعني بعد ما بيتحرك مثلا نص ساعه او تلت ساعه بشوف النهايه بتاعت الظل وصلت لفين واحط طوبه تانية. ارسم خط ما بين الطوبه الاولانيه والطوبه الثانيه، كده يبقى ده الخط اللي بيشاور على الشرق والغرب، بحيث ان الطوبه الثانيه او المكان الثاني اللي وصل للظل ده بيشاور ناحيه الشرق، بينما المكان الاولاني خالص اللي انا حطيت عنده اول طوبه هو بيشاور ناحيه الغرب. فانا كده عرفت الشرق والغرب عندي. من الشرق والغرب برضو اطبق نفس الفكره اللي هي بتاعت ان اشاور بايدي اليمين ناحيه الشرق وايدي الشمال طبعا هتبقى ناحيه الغرب، ووشي هيبقى هو ناحيه الشمال وظهري ناحيه الجنوب. فانا كده عرفت الاتجاهات بتاعتي خلاص. طيب في حاجه تانية في حاجه تانية ممكن لو انا معايا ساعه، الساعه اللي هي دي يعني هنحاول حتى ان احنا ايه نقربها كده من الكاميرا عشان تشوفوها. الساعه تمام، الساعه اللي هي دي الساعه وقفت الساعه اصلا واقفه معلش. فهي الساعه يعني عقارب الساعات يعني هنمسك عقرب الساعات، امشي بقى يا دبانه. عقرب الساعات ده هنشاور بيه ناحيه الشمس. تمام كده، يعني مثلا المفروض الساعه هي طبعا الساعه واقفه، فنتخيل ان الساعه دلوقتي كانت 5، عقرب الساعات مشاور على 5 اهو. تمام، فنخلي عقرب الساعات مشاور ناحيه اتجاه الشمس دلوقتي اللي احنا شايفينه. تمام، وبعد ما يشاور ناحيه اتجاه الشمس هنشوف رقم 12 المفروض هو مشاور ناحيتي. تمام كده، يعني المفروض هو مشاور ناحيتي، وهنتخيل كده ان في نص المسافه ما بين عقرب الساعات اللي هو مشاور ناحيه الشمس ورقم 12 اللي هو مشاور ناحيتي. نص الكيرف اللي هو معمول ما بينهم هناخد نص المسافه اللي ما بينهم دي هيبقى هو مشاور ناحيه الايه؟ ناحيه الجنوب. هنحاول نرسمها كده على الارض برضه عشان خاطر يعني ايه يبقى الموضوع باين شويه معانا. موضوع الساعه ده يعني هنحاول ان احنا نشرحه على الارض هنا. هنرسم الساعه على الارض، وادي ده عقرب الساعات مشاور ناحيه الشمس دلوقتي، ده اتجاه الشمس. تمام، المفروض رقم 12 انا بشوفه هو فين على الساعه، برسمه برضو هنا. هنشوف على حسب الروتيشن بقى بتاعت الساعه بتاعتنا او الدوران او شكل الساعه قدامنا عامل ازاي. المفروض ان هنا الساعه 5. تمام، ادي عقرب الساعات، يبقى المفروض رقم 12 يبقى هنا. اشوف بقى الكيرف اللي ما بين عقرب الساعات ورقم 12. الكيرف ده اخد نص المسافه بتاعته، يعني نص المسافه ما بين عقرب الساعات ورقم 12 على الكيرف ده، وامده لقدام كده هيبقى ده اتجاه ايه؟ اتجاه الجنوب، عشان احنا في نصف الكره الشمالي، فده المبدا بتاع اللي بيتطبق هنا. طبعا في نصف الكره الجنوبي بتبقى كلام تاني خالص. البان هنا غريب جدا، يعني ان انا في الصحراء مفيش حد هنا غيري تقريبا يعني. المهم او ممكن تكون جايه معايا من القاهره مش عارف بقى. خلاص كده انا عرفت اتجاه الجنوب، وليكن هو هيبقى مشاور ناحيه الكاميرا.
نفس الفكره برضو اللي احنا قلنا عليها من شويه او في بدايه الحلقه. الدراعات بتوعي تمام، الدراع اليمين يبقى مشاور ناحيه الشرق، الدراع الشمال مشاور ناحيه الغرب، ظهري هو اللي يبقى مشاور ناحيه الجنوب، وشي هو اللي مشاور ناحيه الشمال. فانا عرفت اتجاه الجنوب، وقلنا اللي بيشاور من جسمي ناحيه الجنوب ظهري، يبقى احط ظهري ناحيه الجنوب تمام، وشي هو اللي مشاور ناحيه الشمال، ويبقى كده دراعي الشمال ناحيه الغرب والدراع اليمين ناحيه الشرق. فانا بالطريقه دي اكون عرفت الاتجاهات بتاعتي من خلال الساعه. انا مثلا حتى لو معايا ساعه ديجيتال او ساعه على الموبايل، نتخيل ان الساعه على الموبايل شغاله، ان الجي بي اس سبحان الله على الموبايل مش شغال مثلا يعني، فبشوف مثلا الساعه بتاعتي دلوقتي على الموبايل 5، برضه اقوم راسم دايره على الارض واشوف عقرب الساعات ناحيه الايه، ناحيه رقم 5 تمام. وهو على الارض كده يعني انا اخلي رقم 5 اللي هو المفروض الساعه دلوقتي 5 يعني، اخلي رقم 5 وعقرب الساعات هو اللي يبقى ناحيه الشمس تمام كده يا جماعه. يعني فاهمين النقطه دي؟ يعني بشوف مثلا الساعه عندي دلوقتي في الساعه بتاعت الموبايل 5 او 5 او 5 5 ونص ايا كان، فبرسم الساعه على الارض وباجي عند رقم 5 اعمل عليه عقرب الساعات، بحيث ان رقم 5 وعقرب الساعات يكونوا مدورين ناحيه الشمس تمام. يعني ناحيه الكاميرا دلوقتي، يبقى ساعتها هرسم الدايره بتاعتي كده، وادي ده الشمس هنا اهي ناحيه الكاميرا كده، يبقى اخلي رقم 5 هو اللي هنا كده، وادي عقرب الساعات هنا. حلو، طالما عقرب الساعات هنا تمام وادي 5، اعد بقى 4 3 2 1 12 تمام، اللي هو الارقام بتاعت الساعات. فهنا بقى رقم 12 تمام، رقم 12 كده، رقم 12 ولا 21؟ لا اهو كده رقم 12 تمام مثلا يعني، اعذروني على الرسم القبيح بتاعي ده. فخلاص ادي رقم 5 هنا وادي رقم 12، نص الكيرف اللي ما بينهم اهو، الكيرف اللي ما بينهم اهو، اجي عند نص الكيرف بالظبط واعمل خط، يبقى ده اتجاه الجنوب، والعكس طبعا يبقى ده اتجاه الشمال، واليمين الشرق والشمال هو اللي يبقى اتجاه الغرب تمام. متشكرين جدا تمام كده يا جماعه، شكرا. والطوبه دي يعني نسيبها هنا للذكرى، لو حد جه هنا يا جماعه ممكن يعرف ان الطوبه دي وائل هو اللي حطها هنا تمام، اهي موجوده هنا يا جماعه اهي، يعني مكانها ما يتوهش.